حياكم الله. اليوم مع هذه الشخصية الحقيقة من محافظة نيسان، هذه الشاب يعني نفتخر به. الله يحفظك أستاذ محمد حبيبي، نحن سعيدين بك جدا. الله يحفظك أستاذ محمد، احنا ما نريد ناخذ من وقتك حقيقة. الله يحفظك، نعرف وقتك وهذه. استاذ محمد نريد نشوف شو وقت هذه شنو موهبه ام اجتهاد اول مره، وش وقت بديت يعني اكتشفت هذا الشيء؟ انت شاعر وانت تمتلك الشعر الفصيح. نعم. حياك الله وبياك استاذ حسين. الله يحفظك. جلي فخر وشرف واعتزاز بالظهور على خلال جميع منصاتك التواصل. الله يحفظك يا رب. بالنسبه لسؤالك الكريم، هل هي موهبه ام اجتهاد شخصي ام الى ما شابه؟ نعم. فانا باعتقادي الشخصي كمحمد فراس الصياد بانه الشعر في كل مجالاته هو موهبه. هذا يبدا كموهبه وهبه من الله تعالى. نعم. بذره الله يزرعها داخل الطفل. نعم. ببدايه تكوينه. نعم. الوظيفة بعد على الشاعر هو البحث واكتشاف على الموهبة. نعم. فممكن هو حاليا بالوسط عندنا هم عندهم الموهبة الشعرية، ولكن هو ما يعرف بنفسه شاعر. صح. يعني هو بكل بساطة ما باحث وما مجرب وما متعمق بالشعر العربي. فهو كان نسيج بالنسبة لي من الموهبة، وبعد اكتشاف الموهبة كان اجتهاد شخصي جدا وعمل بجد وتعب مر مثل ما نقول، ولكن جميل. اكو نتيجة اليوم اللي شفنا انت حقيقة. الله يعزك. زين شو وقت هذا اكتشفت هذه الموهبة؟ اكتشفت هاي الموهبة في يعني بدايات الفتوة. نعم. وبدايات المراهقة يعني تقريبا 2022 مطالع 2022 اكتشفتها. نعم. زين والدك يعني انت شاعر، البيئه هي البيئه الحمد لله كانت ادبيه. انا والدي شاعر فصيح كذلك. ما شاء الله. وعمله بجد بانه يخليني داخل الوسط الشاعري وداخل الوسط الادبي مثل ما نقول. فهو مثل ما نقول اعطاني الاساسيات وقال لي بعد يا بني انطلق. جميل. يعني اكو تشجيع من طبعا 100% بيساعد بشكل. اكو يعني ملاحظات هيك سوي هيك، يعني هم تطرح علي فكره؟ انا دائما كل قصيده احاول اكتبها وبكل انتهاء من قافيه معينه بالقصيده فاروح اطرحها على الوالد. حلو. واسال رايه لي ويبدي يملي علي الملاحظات اللي انا ممكن اتبعها. جميل. نعم. الله يحفظك ان شاء الله. تحصيلك الدراسي؟ تحصيل الدراسي طالب سادس علم. ما شاء الله. نعم. زين احنا جاي نشوف بعيدين عن موهبه مال الشعراء. نعم. زين نشوف يعني انت اليوم مدرس مال الانجليزي، ما واصل الاختصاص. نعم. بداية تعرف هذا السنة. نعم. انا الله يعزك. بداية تعقيبا على كلام حضرتك، انا مو مدرس لغه وانما مدرب لغه. انا امارس التدريب ولا امارس التدريس اللغه الانجليزيه. الفرق هو انه انا مدرب لغه انجليزيه بشكل عام، انه انا تدريب للغه. انا مو ادرب قواعد او امور مدرسيه او اكاديميه، وانما اكاديميه كلغه انجليزيه لوحدها. هاي نقطه. النقطة الأخرى، تدريب اللغة الإنجليزية يحتاج خبرة وعلمية في اللغة الإنجليزية، يحتاج إمكانية شخصية وكاريزما معينة، يحتاج أنه أنت تكون مؤهل بجميع المؤهلات اللي تساعدك بأن تكون مدرب لغة إنجليزية من ناحية العلمية، وعدة نقاط أنا ذكرتها حضرتك. نعم. فعليه أنت تكون مدرب لغة إنجليزية، فما ترتبط ارتباط وثيق جدا بالتحصيل الدراسي. زين هذا يعني لابد يعني دراسة دارس عليه. طبعا 100%. أنا تقريبا مدرب لغه انجليزيه لحصيله 4 سنوات من الاجتهاد في اللغه الانجليزيه. جميل. فانا على حكايات هن بالحس العمارتيه انا مفتش باللبن. والنعم. الله يحفظك ويسلمك. سمعنا فد شيء. انا خادم. الله يحفظك. الله يخليك. اقول تناديني فاتيها. نعم. واجرع كل ما فيها، وان ذبلت حدائقها بموج الروح ارويها، وإن نبضت حكايتنا أمام الناس أرويها. حلو. وإن وطأت على أرض فآثار لرجليها بلا شك أنا روحي لدى الآثار أرميها. وسلامة. الله يوفقك. أسأل الله أن يخفيك يا حبيبي. نحن سعيدين جدا. كل شرف. الله يحفظك يا حبيبي. حياك الله وبياك. عيوني. شكرا.